مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بكم وحلقه جديده وبرنامجكم اسرتي مع مجموعه دقه قلب. اليوم الاثنين بنلتقي بحضراتكم من الان وعلى مدار ساعه ونص، ومعانا فقرات متنوعه نتمنى يا رب انها تنال رضاكم. من الفقرات اللي هنلتقي بيها مع فقره مطبخ يوم الاثنين، ودايما فقره مطبخ يوم الاثنين فقره مميزه. بيكون معانا النهارده الشيف مها مرعي خبيره الطهي، والنهارده الحقيقه احنا بنحاول احنا نقدم الاكلات اللي احنا مش هناكلها في رمضان. بيبقى في وجبات كده حرشه ما بينفعش ان احنا ناكلها في الشهر الكريم، زي النهارده مثلا مها بتقدم لنا طريقه عمل الحواوشي الاسكندراني كوجبه سهله، وفي نفس الوقت يعني بتكون اللي بيحبها تبقى حراقه شويه يقدر ان هو يحط عليها ممكن شطه وتبقى حراقه شويه. ومره تانية كل سنه وانتم طيبين. أعزائي المشاهدين، بنوصل مع بعض لفقرة أكلاتنا الشهية، ومعانا الشيف مها مرعي. الحقيقة النهاردة مختار لنا أكلة جميلة جدا، الحواوشي. والحقيقة يمكن مصر مشهورة بالحواوشي، في بعض البلاد عندها حاجة شبهها كده زي الصفيحة في لبنان، بتبقى عبارة عن لحمة وعجينة. برضو أهلا بيكي شيف مها. أهلا وسهلا. أنت الحقيقة اخترتي النهاردة وجبة جميلة جدا كلنا بنحبها. هي طبعا كل سنة وأنت طيبة في الأول. كل سنة وحضراتكم طيبين، ورمضان كريم، ساعات قليلة ونستقبله، وربنا يعود على مصر وعلى الأمة العربية والإسلامية يا رب بكل خير. اللهم آمين. وربنا يتقبل صيامنا بإذن الله. اللهم الحواوشي فعلا أكلة لذيذة. يمكن العرب كمان بيحبوها، يقولوا الحواوشي المصراوي ده بيبقى بيحبوه. واحنا هنعمله الاسكندراني النهارده. هو في اسكندراني وفي مصر ولا منبع بقى؟ هو يمكن عشان احنا عايشين في اسكندريه فاخد اللقب بتاع اسكندريه. ان هو بيبقى لحمه وبصل وبقدونس. يمكن في محافظات تانية بتحط اضافات، انما في سجق وفي بسطرمه. ايوه بيحبوا كده. احنا بنعمله باللحمه المفرومه. هو الحلو ان احنا يا ريت ما نخلوش، يعني هي دايما وجبه جاهزه من الجزار، احنا نعمله من الالف للياء. انا ما بحبش كده الحقيقه. لا خالص. النهارده هنعمله بعجينه، مش هنعمله بعيش. يعني في بيستسهلوا بيجيبوا عيش او بيجيبوا نص سوا من الفرن، ولكن احنا هنعمل عجينه كامله النهارده نعرف طريقتها. لا انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه، مفيش احلى من انك تعملي حاجتك في البيت. يعني من اولها لاخرها، وضمان واتقان واكله كله. الحواوشي هو عباره عن شقين، شق اللي هو العجينه، والشق الثاني اللي هو الحشوه. العجينه احنا هنقولها مع بعض. هنقول ايه هي مكونات العجينه بالنسبه للحواوشي وبالنسبه لاي مخبوزات تانية. فاحنا اتفقنا قبل كده ان في 5 مكونات للعجينه، اللي هي دقيق وخميره وملح وسكر وميه. دول ثابتين. دول ثابتين. اي مخبوزات لازم نعملها هتاخد ال5 دول. طيب ايه اللي يفرق بسرعه؟ دقيق وخميره وملح وسكر وميه. خميره فوريه ولا خميره عادي من الفرن؟ لا ما تفرقش. يمكن النهارده الخميره الجافه بتكون اسهل. لو عندك خميره اللي هي بيره بتحطيها بتسيليها بشويه ميه، سكر الاول وبعدين بشويه ميه دافيه. عندك الخميره الجافه بتحطي على طول مع الدقيق. طيب هنقول ايه اللي يفرق عجينه عن عجينه؟ يعني ايه مثلا الفرق بين عجينه البيتزا وعجينه السمبوسك وعجينه العيش الفينو والحواوشي؟ ان انا بجيب ال5 حاجات دول بحط عليهم اضافات. فمثلا عجينه البيتزا دقيق وخميره وملح وسكر وميه، وبعدين بحط زيت زيتون، وبحط الحاجه اللي انا يعني مؤمنه بيها جدا ان انا بحط لها اللبن البودره وعسل نحل. ممكن في ناس بتحط زبادي فعلا عشان تخليها طريه. عجينه مثلا زي الفينو بندخل فيها البيض. فاحنا هنقول العجينه النهارده بتاعه الحواوشي، نقول مقاديرها. مقادير عجينه الحواوشي انا الحقيقه عملتها وخمرتها لحضراتكم قبل الهوا على اساس تكون جاهزه ما ناخدش فيها. بقى لها قد ايه متخمره؟ بتاخد قد ايه وقت؟ هي بتاخد نص ساعه في متغطيه وفي مكان دافي. بالحر اللي احنا فيه ده ولا ايه؟ لا نص ساعه كفايه قوي الحقيقه. لكن في الشتاء ممكن اكتر، ممكن ساعه الا ربع ساعه. طب دي الفوريه نقول بقى مقادير فندم. الفوريه بتختلف الوقت؟ لا ابدا، هي الخميره ما بتفرقش. نقول مقادير بقى العجينه بتاعه الحواوشي. هي عباره عن نص كيلو دقيق، ومعلقه كبيره من الخميره الجافه، ومعلقه كبيره من السكر، نص معلقه صغيره من الملح، وربع كوبايه ميه. دي المقادير الاساسيه. هزود عليها بقى 4 معالق زيت ذره او زيت زيتون زي ما حضرتك عايزه، ونص كوبايه زبادي. تحبوا نقول المقادير نقولها تاني؟ نقولها عشان اللي عايز يكتب ورقه. نص كيلو دقيق، معلقه كبيره خميره جافه، معلقه كبيره سكر، نص معلقه صغيره ملح، ربع كوبايه ميه، نص كوبايه زبادي،
و4 معالق زيت زي ما حضرتك عايزه، زيت زيتون، زيت ذره، زي ما يعجبك. ممكن انا اضاعف او اقلل الكميه، بس المهم بالظبط. امشي على نفس النظام بالظبط كده. تمام. انا بحط المقادير الجافه دايما سواء للحواوشي او لاي عجينه، بحط المقادير الجافه دايما مع بعضها، وبعدين بخلطها كويس، وبعدين ابتدي احط السوائل، زبادي والزيت والميه، اعجن كويس قوي قوي، وبعدين بغطيها واسيبها في مكان دافي، بتوصل للنتيجه دي. هنشوف مع حضراتكم ازاي ان انا اتاكد ان هي بحط صباعي بيعمل علامه. القياس بيبقى كده. بص حضرتك لو حطيت صباعي ايوه بيعمل علامه. طيب انا هفرد العجينه دي. عايزه اقول لحضرتك ان سر نجاح اي عجينه لازم يكون عندنا نشابه. انا مؤمنه قوي ان النشابه لها مفعول السحر في فرد اي عجينه، بتخليها مورقه وهشه. لا يعني انت حضرتك تخيلي انك عملتي العجينه وناجحه جدا، انما لو عملتيها بالنشابه بتدخلي هواء، يعني الفرده دي نفسها بتدخل هواء. بتعمل كم مره؟ بتخليها مورقه، بتعمليها يعني مثلا مره او 2 لغايه ما توصلي للسمك اللي انت عايزاه. يعني الحواوشي عايز سمك، عايز لا كل ما تكون رفيعه يكون احسن. دي الحاجه دي سر من اسرار نجاح العجينه. طب نقول الحشوه بقى مع بعض. ايه بنحتاج لحشوه الحواوشي قد ايه لحمه؟ معانا نص يعني كيلو. المقدار ده عليه ايه؟ نص كيلو لحمه. نص كيلو لحمه مفرومه. نصيحتي لحضرتك يا ريت تزودي لها الدهن، يعني يا ريت يكون فيها 25% دهون. لان الدهن هو اللي بيدي طعم الجميل قوي، اللي هيحمر الحواوشي بالظبط كده. ومعانا 3 بصلات. ال3 بصلات دول بخليها مفريه مش مبشوره، يعني يا ريت بس ما نبشرهاش عشان ما تنزلش ميه، يعني بتبقى مفرومه يعني في الكبه. بنشتغل معانا بقدونس، ممكن حزمتين بقطفهم من العروق الناشفه. وبعدين عايزه بقى ادي لحضرتك الخلطه الجميله اللي هتخلي التوابل بتاعتنا مميزه والحواوشي بتاعنا مميز. انا بجيب جوز الطيب، دي المبشره لو انا عايزه هبشرها كده يعني. طيب نبتدي برضه نعمل بقى واحنا بنشتغل ونطحن، وملح وفلفل وتوابل، وهنقول المكونات واحنا شغالين. انا اول حاجه بعملها اني بفرد العجينه، بحط شويه دقيق كده على الرخامه، ونبتدي مع بعض. طبعا انا مخمراها كويس ومش هتتعبني ابدا في الفرد. اما اهو لما اعمل كده يبقى لازم برضو احط عليها اكمل دقيق شويه. تمام. واحنا شغالين يا ريت حضرتك تعملي الخلطه بتاعت جوز الطيب وورق اللورة والحبهان. الخلطه دي بتدي طعم رائع. ده ايه بقى مبشور؟ الورق اللوري ده انا ابشره؟ يا ريت بقى حضرتك تعملي حاجه جميله قوي. الخلطه دي بتدي للحواوشي طعم رائع. نطحن الجوز الطيب، ونطحن ورق اللورة، ونطحن الحبهان مع الفلفل الحامي. ده بيبقى حسب الرغبه، اللي بيحب الحاجه مشطشطه هيحط الفلفل. بس قد ايه كميه؟ يعني شايفاك حاطه حبهان كتير، يعني بيبقى كام فص؟ هو الحقيقه انا جايباه يعني على اساس اوريه لاخواتنا المشاهدين عشان الحبهان برضو ممكن يعني طعمه يبقى واضح. لا ممكن نحط بقى حبه، يعني مثلا هقول لك بالعدد. لو هتحطي مثلا 4 حبهان معاهم واحده جوز الطيب، واحده كامله جوز الطيب، بتحطي واحده جوز الطيب، لازم رشه بسيطه، ومعاهم ورق لورا. اطحني بقى كل حاجه لوحدها، يعني ما تحطيش كله مع بعض. اطحني كل حاجه لوحدها. ما عندكيش فكره بيدي طعم جميل ازاي؟ جديده فعلا. هو انا عملتها تجربه، يعني انا ما قريتهاش الحقيقه، بس انا محبه قوي. هي جوز الطيب على فكره لما بتتحط رشه بسيطه كده في الاكل بتدي لها مذاق جميل جدا جدا، بس لها عيب انك لو زودتيها بتمرر. يعني لازم تكوني حريصه وانت بتعمليها. انا هنا على فكره واحنا شغالين في العجينه، عايزه اقول لحضراتكم ان انا حطيت اللحمه والبصل والبقدونس، عملتهم في الكبه فوصلوا للمرحله دي. خلطتهم كلهم مع بعض في الكبه او في المفرمه. بتوصل للمرحله دي، وهنفرد لغايه ما نوصل للسمك الرفيع بتاعنا. اهم حاجه ان احنا بس نخمر العجينه حلو علشان تبقى مورقه معانا. في اضافات هنا انا عاملاها، السمسم وحبه البركه. ده على الوش بقى هنرش عشان هنحط يطلع لنا في النهايه الشكل يعني الجميل. بتبقى ارفع ولا البيتزا اللي هي سمكها؟ لا الحواوشي ارفع. هقول لك ليه. البيتزا رق واحد، لكن حواوشي رقين. لو انت عملتي ايوه بالظبط. لو انت فردتيها تخينه هتبقى عاليه قوي، يعني كانك بتاكلي عجين. فالاحلى حاجه ان انت تعمليها رفيعه قوي. بالظبط كده. طب المراه العامله هتقولي لا انا ما عنديش وقت اعمل العجينه دي. بنجيب من الفرن عجينه العيش الشامي. يا ريت الشامي بلاش الفينو. يعني انا ما بفضلش في الحواوشي الفينو. انا جربت اجيب العجينه جاهزه على طول وما افردهاش. طبعا لو جبتي العجينه جاهزه تجيبي
تجيبي عجينه عيش شامي، ما تجيبيش الفينو. طيب. بيبقى طعمه واحشيها على طول ولا افردها بقى؟ اللي هي الخطوات دي بقى هتجيبيها من عند الفران وهتبتدي تفرديها زي ما انا بعملها كده. وبعدين خلي بالك احنا هنخمرها كمان مرحله ثانيه. بعد ما نحط الحشو فيها هنخمرها. ايوه بالظبط. ليه؟ لان ده عيش لازم اسيب له الوقت يرتاح فيه. تمام كده. بجيب مش لازم اقطعه ولا حاجه، اي طبق مدور عندي، اي طبق كده. ممكن اكبر على اساس انها تبقى وجبه اكبر من كده طبعا. بعمل كده عشان انا عايزاهم كلهم ايه يبقوا مقاس واحد كده. انا كنت جايبه السمسم وحبه البركه. اولا بيدي قيمه غذائيه وبيدي سمسم شكل على فكره جميل. فيه كالسيوم ونسبه الكالسيوم فيه عاليه جدا. طبعا انا جايباه سمسم ابيض على فكره. ممكن ابيض او احمر وهنحمصه ولا هو الحقيقه انا ليه قصدت اجيبه ابيض عشان في الفرن لما يستوي هو هيتحمر بقى. يتحمر، لكن الاسمر اخاف ان هو في الفرن يعني يزيد معايا. عملوا حوالي 5 كده الكميه اللي احنا خدناها. بس هيعمل بقى انت هتقفليه على بعضه. انا طبعا هيتقفل كده كده. وخلي بالك مش مهم اللي هي يطلع متساوي، لان انا دلوقتي يعملوا كام؟ اتنين يعني كل 2 هيعملوا واحد. بالظبط كده اهي كده. وبعدين انا هقفلها في الاخر حاجه كده زي القطايف. فهتدي برضو ايه شكل جميل. ادي واحده جهزتها وادي الثانيه اهي. هنقفل عليها بقى بعد ما نحشيها. ايوه هنشيل بقى الزيادات. على فكره الزيادات دي ممكن نرجع نعملها برجع اعملها تاني. شيلها خالص كده اهي. بس انا مش عايزه اعجنها تاني، يعني هبقى شايلاها. وممكن على فكره المرأة اعملها تشيل الحاجات دي في الفريزر. ممكن تحطها في الفريزر. طب ولما تطلعها بقى تطلعها يعني هتحطها وهي متخمره. بالظبط. اسيبها بقى تخمر، يعني هي هتطلعها من الفريزر وتسيبها ايه تخمر. طيب ادي دي كده. يعني ممكن نعمل كميه كبيره، يعني ممكن انا بحب قوي ان انا اسهل على المرأة العامله. احنا بنقول دايما ما بحبهاش تعمل حاجه وترجع كل يوم. عشان رمضان بيبقى الوقت ضيق والواحد بيدخل على الفطار على طول، ففعلا ان انا اما اجهزه من قبلها. بالظبط بالظبط كده. طيب انا هعمل دي كده. برضو اخلي بالي ما رققهاش قوي عشان ما تتقطعش مني. ايوه بالظبط. على فكره لو اتقطعت بصي انا ممكن اعجنها تاني. يعني مش مشكله. خلاص ناخد اللي احنا عاملينها. فناخد اللي احنا عاملينها. هنجيب بقى الخلطه بتاعتنا دي كده. الحقيقه حوالي قد ايه معلقه؟ انا عايزه اقول لك على حاجه. اللحمه بتكش. فتبقى شاربه ميه كتير طبعا. بالظبط كده. فانا لما احطها يعني حتى لو حطيت زياده شويه معلش هتلم جوه الفرن. بالظبط كده. اهي كده. يعني ما تقلقيش ان هي اللحمه بيبقى داخل فيها ميه كتير. انا بمجرد ما عرفت القاعده الرئيسيه بتاعه العجينه انا ممكن احط حاجات كتير على فكره على مزاجي. يعني ممكن اعملها تغيري في الحشوه. ممكن احط اللحمه معاها خضار تبقى وجبه غذائيه كامله. غيري في الحشوه زي ما انت عايزه. اهي هقفل كده. عشان كده انا قلت لك مش مهم الاستداره تبقى كامله. لان انا لسه هقفلها زي القطايف كده. هعدد ايه بقى تاني كمان بعد ما حشيتها؟ بكون مجهزه بقى صينيه وهسيبها فعلا تتخمر الاول. نشيل دي الزياده كده. نسيب دي كده. هجي انا مجهزه بقى الصينيه بتاعتي. عايزه ادهنها زيت عشان ما يلزقش. على نار قد ايه؟ هي بتاخد فرن متوسط الحراره حوالي ربع ساعه. ربع ساعه بس على النار في الفرن. فرن عالي ولا متوسط؟ لا متوسط الحراره. ما بتاخدش اكتر من ربع ساعه. عايزه تحمري الوش يا ريت بقى تولعي لها الشوايه في الاخر. بتدهن حاجه على الوش اللي هي تدي لا انا بدهنها زيت فعلا. بندهنها لكن مش بيض بقى عشان يعني تدي لا والله انا بحب ادهنها زيت. ولو حطينا سمسم مش طب ايه اللي هيخليه يلزق السمسم اما ادهنه زيت؟ لا ميه. يعني انا عامله الاثنين دول. واحده هدهنها بالزيت وواحده من غير الزيت هتبقى ميه. طب ليه انا مش هحط ميه زيت مع السمسم؟ الزيت بيوقع السمسم. تمام. بصوا بقى حضراتكم انا عملت كده. اضغط بايدي وبعدين هقفلها زي القطايف كده عشان ما تفكش مني بعد كده. اعملها كده. هتفضل بنفس الحجم كده ولا هتكش بقى؟ لا هي بالعكس هتخمر وتعلى. يعني على فكره الحجم ده حلو. ولو عندي اطفال يعني الحجم ده هو ده اللي اداني الشكل النهائي ده. بالظبط. انا مستعمله دي في اللي انا عملتها قبل الهوا. بتدي الشكل ده كده. اهو شوفين حضراتكم كده اهي. ممكن كجنب فطار برضو يعني. ممكن ندخلها مع اي عجائن بتبقى ناجحه قوي في رمضان. طبعا بوسك طبعا. هنحط السمسم. يبقى انا لما ازوق بالسمسم ما احطش بقى زيت. هحط ميه بقى. هحط الميه. طب ليه؟ لان لو حطيت زيت السمسم هيقع منه.
كده. لكن زيت ده لو انا مش هحط عليه حاجه. ايوه لو عايزه اعملها ساده لا مش هحط بس ميه. فكره حلوه فعلا. السمسم زي ما قلنا قيمه غذائيه كويسه جميل. وحبه البركه، ادي السمسم كده كده، وبعدين بنحط معاهم حبه البركه. طبعا حبه البركه برضو يعني لها قيمه ما شاء الله جميلة. يعني بتعالج امراض كتير جدا. وانا برجو كل المشاهدين الكرام، ارجوكم الحواوشي سهل جدا. بلاش نجيبه جاهز. ارجوكم، لان احنا مش عارفين اساسا بيتحط جواه ايه. ده الجزارين دلوقتي في بعضهم في ازمه ضمير، بيحط كله دهون عند يعني بعض الناس، في ازمه ضمير عند بعض الناس. انا كده حطيت كل المواد الغذائيه المفيده، حطيت بقدونس، حطيت خضار، حطيت بصل بكميه. طب هل انا هسالك ما هي متعبه؟ يعني لا انا شايفه انها سهله. انا كنت متخيله انها اصعب من كده. هي سهله وبعدين جدا. الحلو فيها ان انا ممكن اعمل عجينه واحطها في الفريزر وبعد كده اطلع منها كل فتره. سهله جدا. وممكن اولادي يساعدوني. ممكن جدا ان انا اشيل العجينه. لا وسهله مش محتاجه والله، ما خدتش وقت مننا. ما خدتش وقت. وبعدين اللحمه المفرومه انا عايزه اقول لحضراتكم كمان مهمه قوي ان احنا نعمل اكل اقتصادي. يعني انا داخل عليا رمضان، عندي عزايم، عندي افراح، تبقى وجبه غذائيه يعني متوازنه فعلا ان انا احطها لميزانيه الاسره. حاجه زي كده لا انا ممكن النص كيلو لحمه مفرومه مع خلطه البصل والبقدونس. الكميه على فكره بدل ما بتكفي 4 اشخاص ممكن بتكفي 6 أو 7. انا هي قفلت الثانيه. والحلو ان احنا نقلل البروتين الحيواني واعوض استعيد عنه بروتين نباتي. اهي الثانيه كده. حضراتكم بقى لازم تخلوا بالكم ان احنا نسيب مكان، لان هي هتنفش. قلتي هتخمر، لان هي دي عجينه عيش. طب دي انا مش عايزه بقى احط لها سمسم ولا حبه البركه، احط لها زيت بس. ممكن زيت زيتون تبقى جميله قوي لو بزيت الزيتون. طبعا احنا عايزين نحط هنا عشان نخلي القيمه الغذائيه عاليه. هنحط برده الزيت والميه ومعاها حبه البركه. يعني انا بحاول البي كل طلبات الافراد الاسره. اللي عايز يعني سمسم بحط له، اللي عايز بالظبط. وعايزه شطه تحطي شطه، عايزه تحطي اي اضافات زي ما قلتي فعلا. غيري في اللحمه المفرومه. ممكن احط بسطرمه او احط سجق. اهو كده. الحقيقه الحمد لله ما خدتش مننا وقت خالص يعني. اهو كده. وبس اضغط بايدي بقى. يبقى دي بقى هي طلعت كده. وبعد ما بتدخل في الفرن دي تقريبا الكميه بقت مضاعفه كده. شوفي بقى حضرتك اهي. وممكن نحط بقى احنا جنبها ان شاء الله يعني خضار جنبها او سلطه. طبق سلطه. اللي على فكره الفلفل ده لو حابين لا هو حراق. انا بحب الحراق قوي. بس لو يعني طالما مشطشين من جوه يبقى نرحم بقى نفسنا مره. لو حضرتك عايزه تعملي الشكل ده يعني كجرنش يعني هي الفلفليه عشان تدي معاكي شكل الورده دي بتقطعيها 4، تشيلي البذر منها وبعدين بتحطيها في تلج لمده 6-7 ساعات، ميه وتلج، بتتفتح بتدي شكل الورده دي كجرنش يعني. ممكن تعملي نفس الفكره دي في بصل او ممكن بقى يعني ممكن فلفل بس مش حراق يعني اساسا ممكن زي ما يعجبك. بس انا بتكلم على ايديك يا مها والله رائعه. احنا عايزين بقى افكار جميله كده وسريعه وتكون اقتصاديه ان شاء الله. بالظبط معانا رمضان بطول، واللي عايز يتعلم معانا الف باء بقى طبيخ ان شاء الله يبقى معاكي. كل سنه وانت طيبه مع اسره البرنامج بخير ومصر كلها بخير. وانا اتمنى اني اكون يعني كنت ضيفه خفيفه حاجه بقى المره الجايه ان شاء الله. فكرنا بقى في افكار جميله من افكارك. والحقيقه يعني كده وصلنا لنهايه فقره الاكلات الشهيه. الاثنين الجاي ان شاء الله نشوفكم على خير في رمضان، ويا رب باذن الله رمضان يعود علينا وعلى الامه الاسلاميه والعربيه بالخير واليمن والبركات. اشكركم والى اللقاء ودقه قلب.